مع هاد الحرارة اللي كاينة دابا ما كان ما احسن من شي حاجة اللي باردة ومنعشة. اليوم غنوجد معكم كيكة طبقات بالخوخ اللي كتجي خفيفة باردة والمذاق ديالها يا سلام. بقاو معايا باش تشوفوا كيفاش تحضروها بطريقة سهلة ومبسطة. نبداو بسم الله. في الإناء ديالنا كنخلطو بيضة واحدة، رشة ملح، 7 معالق كبار ديال السكر، كنزيدو لافاني وبشر ليمونة حامضة باش تعطينا ديك النسمة المنعشة. كنخلطو كلشي مزيان، كنضيفو 7 ملاعق كبار حليب، 7 معالق ديال الزيت، وفي الأخير كنضيفو 7 معالق ديال الدقيق الأبيض وكيس خميرة الحلويات من فئة 7 غرام. كنخلطو كلشي مزيان وما ننساوش ملعقة صغيرة ديال الخل باش تجي الكيكة هشيشة. كنصبو الخليط في قالب اللي القطر ديالو 22 سنتيم وندخلوها للفرن على 180 درجة حتى كتحمر. بعد ما كطيب الكيكة ديالنا كنخليوها حتى كتبرد وكنقلبوها على هذا الشكل ونرجعوها للقالب وكنسدو عليه وكندوزو لتحضير طبقة الكريمة. كسرونة كنخلطو 300 مليلتر حليب، 2 معالق كبار بودرة الكريم باتيسير، الا ما كايناش نعوضوها بالنشا، ملعقة كبيرة سكر والفانيلا. كنحركوهم فوق البوطة حتى كيعقد لنا الخليط ونخويوه مباشرة فوق الكيك وندخلوها للثلاجة حتى كتبرد وتشد في راسها. هنا كناخدو 2 حبات ديال الخوخ وكنقطعوهم لشرائح رقاق وكنستفوهم فوق الكريمة من بعد ما بردت على هذا الشكل. بالنسبة للطبقة الأخيرة غادي نحتاجو كاس ديال عصير البرتقال مع نصف ملعقة صغيرة ديال الفلون بنكهة الفانيلا والسكر حسب الذوق. كنغليوهم شوية وكنخويهم مباشرة فوق الخوخ. كنرجعوها للثلاجة تبرد مزيان على الأقل 2 ساعات. وها هي الكيكة ديالنا واجدة. الصراحة هاد الكيكة هي اللي كتنفع في هاد الصهد، خفيفة ومذاقها كيحمق. ما تنساوش تجربوها وتخليو ليا تعليقاتكم في التعاليق. وإلا عجبتكم الوصفة ديروا ليا جيم وبارطاجيوها مع أحبابكم باش يستافدوا حتى هما. بالصحة والراحة وموعدنا في فيديو قادم إن شاء الله.